يلا بينا النهاردة نحضر فطار سريع جدا ما ياخدش معانا وقت، وكمان في حلة واحدة. النهاردة هنعمل سوا الكبسة باللحم. وصفة حلوة جدا وسهلة وسريعة ومش هتاخد مننا وقت. يلا نعرف مكونات الوصفة ايه ونعمل الكبسة باللحمة بالشكل الحلو قوي ده، ونطلع الرز معانا مفلفل، وكمان اللحمة تبقى دايبة جدا معاكي. اولا لو مش عارفين يعني اسمي رنا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير. اول حاجة هنشوف المقادير معانا ونعرف طريقة التحضير ونقول بسم الله. انا هنا جبت حلة على النار، هبتدي انزل فيها بمعلقتين كبار من السمنة، وهنحط عليها معلقتين كبار من الزيت بالشكل ده. وعندي هنا كيلو من اللحمة هنقطعها على حسب الحجم اللي انت عايزاه. هفضل اقلب كويس جدا اللحمة بالشكل ده لغاية ما تحمر معايا وتاخد معايا اللون الذهبي. بعد ما تستوي معايا بالشكل ده ببتدي انزل عليها معلقة كبيرة من الملح والبهارات المجففة، وهي ليمون لومي، وعندي قرفة خشب وحبهان وورق لورا. بعد ما بظبط كل البهارات عليها كده بسيبها تاخد التحميصة المناسبة. عندي بصلتين كبار مبشورين او متقطعين مكعبات بالشكل ده، وقرن من الفلفل الحامي. هقلب كل المكونات كده مع بعض اهو، وبعدين بنزل عليها معلقة كبيرة من الثوم وهقلب كويس جدا. بعدين ببتدي انزل عليها بجزرة كبيرة مبشورة ناعم، وعندي هنا 2 من الطماطم مبشورة برضو ناعم، وعندي معلقة كبيرة من الصلصة. وهقلب كويس جدا كل المكونات كده مع بعض. وبعدين هبتدي انزل بالبهارات اهو. البهارات عبارة عن حبهان وورق لورا وملح، وطبعا بهارات من الكبسة، معلقة كبيرة من بهارات الكبسة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومعلقة كبيرة من الفلفل الاسود. وهقلب كويس جدا لحد ما احس ان كل ريحة البهارات طلعت معايا. انا هنا عندي 4 كوبايات من الرز البسمتي، كل كوباية تاخد 1.5 كوباية من المية المغلية. هبتدي انزل عليهم دلوقتي بالمكونات دي، وهقلب كويس جدا لغاية ما احس ان هي خلاص غليت معانا كويس، وانزل عليها بالرز اللي انا غسلته ونقعته وصفيته كويس جدا من ميته. 4 كوبايات من الرز، كل كوباية من الرز البسمتي واخدة 1.5 كوباية من المية المغلية. هفضل اقلب لغاية ما تغلي معايا غلوة وتنشف، واغطيه لغاية ما يتردد معايا ويطلع معايا بالشكل الحلو ده. طبعا انا بعتذر على صوتي عشان انا تعبانة شوية. هتطلع معايا تحفة، الرزاية حبة بحبتها وتبقى مفلفلة، واللحمة كمان دايبة معايا. الوصفة سهلة وسريعة مش تاخد منك وقت خالص، وخصوصا ان احنا خلاص مش فاضيين. كل سنة وانتم طيبين، وبالهنا والشفا مقدمة.